طبعا لان في كتير من الاصدقاء بيسالوا عن الفروق بين البريتش انجلش والامريكان انجلش. هو الفكره ان في تصور ان الفرق الاساسي بين الامريكان والبريتش انجلش فرق في سرعه الكلام. طبعا ده مش السبب او مش الفرق. يعني في تصور كده عند كتير من الاصدقاء ان هو البريتش انجلش او الامريكان انجلش اللي بيميزهم عن بعض ان الامريكان بيبقى اسرع شويه في اللكنه او في الكلام. طبعا ده بعض الفروق لكن مش كل الفروق طبعا. مش بس فرق سرعه الكلام، لا، في اكسبريشنز بتبقى مختلفه جدا. في الفونكس نفسها بتبقى مختلفه لان الامريكان انجلش هو انجلش طبعا بالاساس، لكن هو طبعا اتاثر بلغات تانية كتير، مش بس في كلمات او في اكسبريشنز ومصطلحات، لا، هو حتى كمان خد الفونكس من بعض اللغات وبالذات اللغات اللاتين. ممكن نتكلم فيها ان ديتيل بعدين بس ناخد الفكره العامه. هو الفكره في البريتش والامريكان مش بس مينلي فرق سرعه الكلام، لا طبعا ده احد الفروق لكن مش ده الفرق طبعا. في فرق في الاكسنت، وفي فرق في الديالكت، وفي فرق في السلانج. يعني في فروقات بتبقى معينه، وفي حتى في فرق في الفونكس. فممكن نتكلم فيها ان ديتيل ستيب باي ستيب، بس نفهم ان الفروق ما بتبقاش بس فرق في سرعه الكلام زي ما كتير من الاصدقاء عندهم تصور ان الامريكان بس هو انجلش بس بقى اسرع شويه من البريتش انجلش. طبعا لا، مش ده الفرق. and good luck.